اجي نتهاودوا على النقل الجهوي. مساء الخير عليكم. اليوم غادي نتهاود معكم على النقل على صعيد الجهات. اولا خصني نقول بان النقل هو واحد من الاختصاصات الذاتيه ديال مجالس الجهات وفق القانون التنظيمي 111/14 كما جاء في الماده 82 منه. وخصني نذكر كذلك بان في اطار الاستعدادات للاحتضان المونديال ديال 2030 سبق اللجنه ديال الفيفا انها زارت مجموعه ديال المدن المحتضنه للمونديال، ومع الاسف كان التنقيط سلبي فيما يخص النقل العمومي. وفي هذا الاطار وارتباطا بالاختصاصات الذاتيه للجهات، خصنا كمجالس جهات ديال المغرب اعداد ديال واحد التصميم ديال النقل داخل الدائره الترابيه ديال الجهه. وثانيا خصنا التنظيم ديال الخدمات ديال النقل الطرقي غير الحضري للاشخاص ما بين الجماعات الترابيه اللي مكونه كل جهه. وكيف ما كتعرفوا المدن ديال المونديال هي 6: طنجة، الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش واكادير، واللي هي كذلك العواصم ديال 6 الجهات في المملكه المغربيه. مؤخرا بدا واحد النقاش في وسائل ديال التواصل الاجتماعي خصوصا في المدن ديال الشمال كطنجة وتطوان والجماعات ديال عمالة المضيق الفنيدق حول الامكانيه ديال خلق واحد القطار جهوي على شكل المشروع ديال الشبكه الجهويه السريعه، اللي هو مشروع الار الطموح اللي ديجا بدات فيه الجهه ديال الرباط سلا والجهه ديال الدار البيضاء الكبرى وكذلك الجهه ديال مراكش اسفي، على شكل واحد القطار جهوي سريع ما بين الحواضر ديال هذه الجهات. والاستحضار ديال ان البرنامج ديال التنميه الجهوي ديال كل جهه على حده وجب التحيين ديالو في المنتصف ديال الولايه كما كيستوجب ذلك القانون. كنعتقد بانه على هذه الجهات المتبقيه والمحتضنه للمونديال انها تشتغل على تصميم جهوي ديال النقل، ولا سيما على المستوى ديال القطارات. تبقوا على خير.